يا معلم. نور بيه، لا مؤاخذه، نور بيه رايح فين؟ يا معلم في ايه؟ رايح فين يا نور بيه؟ ورايح فين يا معلم؟ ايه؟ طالع. بكلمك كده. ايوه تطلع لوحدك كده، لسه ما تطلعش معايا. هطلع روق الشقه على فكره. لا يا حبيبتي مفيش الكلام ده، الاصول هو يطلع لوحده، انت ما تطلعيش خالص معاه، دي الاصول. اما معلم انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لا ما نسيتش نفسي، انا راجل صعيدي ودم حامي، عايز تطلع لوحدك. انت فاكرني هنركب جرون ولا ايه؟ علي ايه؟ ما تنساش نفسك يا معلم، انت بواب. ايوه بواب بس. الكلام ده. ايوه انا بواب، انا ما قلتش غير كده، انا مش مدير عام، انا بواب. بس انت مش هتطلع غير لوحدك، دي مش هتطلع ابدا، مش هتطلع واصل، مش هتطلع واصل. ماشي يا معلم. بتزعلي كده ليه انت؟ مش هتطلع واصل. ماشي يا معلم. انا موافق. طيب عايز حاجه تانية ساعة البيت؟ لا خلاص، روح انت يا فلوس. ماشي نكلمني. لا مؤاخذة يا نور بيه، ما تزعلش مني، انت بلديات، انا راجل صعيدي ودم حامي، ومش معقول انت تبقى لوحدك في الشقه ومعاك ناس تاكل وشي، هيقول عليا ايه؟ ها؟ موالسي معاك ولا واخد فلوسها؟ افرض حد من الجيران شافنا هيقول لي ايه؟ ولا هيقول ايه؟ هيقول مطلع مع واحده ست وانت لوحدك في الشقه ساعات البيت، اوعى تكون زعلان مني. لا مش زعلان يا معلم، مفيش اي حاجه والله. اوعى تكون زعلان مني يا سعاده البيت، انا عملت الاصول. وانا عملت ايه؟ الاصول برضه. انت سمعت الكلام؟ زعلتك؟ برافو، انت مشيتها. هل انا عمري زعلتك؟ لا انت مشيتها. اي حاجه انت بتقولها ايه؟ ربنا يخليك يا نور بيه، دي الاصول، وما تكونش زعلان مني. ها؟ اوعى تكون زعلان مني، هي دي الاصول. اي حاجه انا هطلع، بس انا اي خدمه مثلا. طالما مشيتها بقى انا همشي لك اي طلب انت عايزه من عينيا الاثنين. يا سلام. طالب منك بس تجيب لي علبه سجاير. هو صحيح ده مش المفروض اعمله، بس انا هعمله عشان تعرف ان احنا بقينا صفي لبن وبقينا اصحاب ومفيش اي مشكله. اجيب لك يا عم اللي انت عايزه. حبيبي يا معلم، خد يا سعاده البيه، ما تخلي اجيب لك من معايا. حبيبي يا معلم، هات لي علبه سجاير وخلي الباقي على شاي. يدوم يا سعاده البيه، يدوم. ماشي. سجاير. عايز اقول لك على حاجه. قول لي. اوعى تكون مفكر ان انا بعتك تجيب سجاير عشان بعدين انت ما تمشي اجيبها. استغفر الله، لا سمح الله يا بيه. هو انت وش ذلك يا سعاده البيه؟ انت مش وش ذلك يا سعاده البيه. عايز مني اي خدمه يا سعاده البيه؟ الله يخليك يا معلم، هات لي علبه سجاير واشتغل لي بسرعه. تحت امرك يا سعاده البيه. عايز كانت امي يا عم علي لو اوريك، ما هخليك تقعد ليله واحده في العماره. ماشي. الو، ايه يا حسن؟ ايه يا حبيبي؟ البواب بتاع العماره اللي انت جايبهولي مش موجود في العماره. لا والله ما موجود، مش لاقيه اصلا، مخفي. خلي بالك على فكره، يعني ما بتلاقوش اصلا في العماره خالص، كل ما باجي ما بتلاقوش في العماره. طب ده كلام؟ طب تعالى اتصرف بقى. وبعدين على فكره معاملته وحشه جدا معايا، معاملته وحشه جدا جدا، فشوف لي بقى اي حل، تمشيه بقى من العماره، تمشيه من اي حته، المهم ان هو يمشي. خلاص انا مستنيك، سلام. ايه يا نور، في ايه؟ يا حسن بيه، ايه في ايه؟ العماره، البواب اللي انت جايبه للعماره مش موجود. مش موجود ازاي؟ ما اعرفش، مش موجود، ومعاملته وحشه جدا ليا. بقول لك ايه يا حسن بيه، انا بجد انا مش طايقه. بقول لك ايه، بيعمل حاجات غريبه جدا، وكل شويه بيستهبل. كل رايح فين؟ كنت فين يا عم حسن؟ كنت مش عارف بجيب ايه، مش عارف اجيب. هو انت جايبه هنا انه يجيب حاجات ولا؟ لا انا هرن عليه دلوقتي، انا هرن عليه. هو جه اهو. خد يا سعاده البيه السجاير بتاعتك، كنت بجيب سجاير لنور بيه. سجاير؟ مش انت قلت له هات لي السجاير؟ بس السجاير دي كده؟ هو انا يا حسن بيه بشرب سجاير؟ سجايري ماليش صالح، يشرب ما يشربش، ماليش صالح، جايز اجيبها لحد تاني. استنى انت سبت مكانك ورحت فين؟ هو نور بيه اللي روح هات لي سجاير. نور ما بيشربش سجاير، جايز هيديها لحد تاني، انا مش عرفني، ماليش حد مع نور. انا ماليش صالح يا استاذ حسن. بقول لك ايه، زي ما انا ما قلت لك، انا ما بتلاقوش في العماره، كل مره بلاقيه يختفي من العماره وما تلاقوش اصلا. حلو الكلام؟ مش حضرتك قلت لي اروح اجيب سجاير لحضرتك؟ انا ما بشربش سجاير. انت حضرتك كداب يا سعاده البيه للاسف. كداب يا عم علي. ايه؟ عيب، الراجل صاحب بيت. ده الحكايه بيه ان هو كان معاه واحده عايز يطلع بيها الشقه، ونزل حد يوزعني ويقول له روح هات سجاير. دلوقتي بيقول ان هو ما بيشربش سجاير. هذه الحقيقه. انا معايا واحده دلوقتي، عمرك شفتني بواحده؟ صحيح. ازاي؟ ما انت ما كنتش موجود يا سعاده البيه لما البت مشيت، قال لي هات سجاير عشان يوقعنا في بعضينا، وانا من امتى بسيب باب العماره؟ لو انا كنت قلت له هات سجاير، كنت مثلا عملت ايه مثلا بقى؟ كنت طلعتها مثلا فوق. انا بسيب باب العماره يا بيه، انا بسيب باب العماره.
ايوه طب انا جيت ما لقيتكش عشان هو ما بيشربش سجاير. هو زعل بقى منه وقال لي روح هات عشان نتصالح ونتصافى وقلبك مش عارف ايه وعسل ابيض، روح هات لي علبه سجاير. رحت اجيب له علبه سجاير. هو ده اللي حصل يا بقول لك ايه بيه. يا عم علي، انا عمري ما اكذب يا بيه، لو هتتقطع رقبتي. عم علي انت ما تكترش معايا. خلاص كده يا عم علي، انا هضطر ان انا اخليك تسيب العماره. هتمشيني تقطع رزقي يا حسن بيه عشان خاطر الكداب ده مالك يا عم علي، ده مالك شقه انت عايز الناس تاكل وشي؟ يعني انت بتحترمه عشان فلوس عشان مالي، لكن انا اللي قد ابوك مش قادر تصدقني واقول لك ان ده كذب، وقال لي روح هات سجاير عشان يخللوا الجو مع المحروس اللي كان جايبها. سجاير. انا عارف بقى عايزها لمين وانا اقعد احقق معاه. خلاص يا عم علي معلش هتمشيني عشان خاطره. بس عايز اقول لك يا ابن الناس، طالما ظلمتني ان شاء الله ربنا هيخرب بيتك ومش هيكسبك، وافتكر انك قطعت رزقي بالظلم والعدوان. هاخد بقى خلاجاتي وماشي. اتفضل مع السلامه يا عم. مع السلامه. انا متاسف قوي يا استاذ نور على اللي حصل ده، وانا ان شاء الله هجيب بواب تاني تمام، وبس اديني بس يومين ثلاثه كده لحد اما اشوف يا البواب. ريت يا ريت تجيب حاجات عشان- احسن من التيك ده، عشان انا بجد ده خانقني جدا. صدمه بقى وصدمت فيه الصراحه. خلاص مش مشكله، انت اتفضل اطلع انت شقتك، وانا هشوف انا كده هديله بقيت حسابه واصفي له. خلاص مفيش امشي مشكله. على طول. يلا عايز ماشي حاجه؟ ماشي يا أستاذ، ماشي حاجه. ماشي يا حسن.